بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وحلقة جديدة من قناة أحترف إكسل مع ممدوح. عفوا. النهاردة بنتكلم وبنكمل مع بعض خصائص واستخدامات أداة سلايسر. وكنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات، ان احنا نقدر نستخدمها او نستغني عن أداة الفلتر، وتقدر تختار منها اللي انت عايزه بكل سهولة. النهاردة هنستخدمها مع البيفوت شارت. لو انا عندي مثلا مبيعات في 2019 و2020، وعايز اقارن بينها في ايام معينة، يعني مثلا عندي في شهر يناير عايز اعرف في 1 يناير كان 2019 مبيعاتي كام، وفي 1 يناير في 2020 مبيعاتي كام، واعمل زي مقارنة بينهم، واشوف ايه الفرق اللي بيني وبينهم، وبناء عليه باخد حبة قرارات. فهاجي هنا طبعا عشان استخدم اداة سلايسر لازم احول البيانات اللي عندي لجدول، وده انا حولته بتدوس كنترول تي فبتحول الجدول بتاعك. وبعد كده هندخل على انسيرت واختار بيفوت شارت وهقول له اوكي. هلاقيه فتح لي الشاشه بتاعت البيفوت تيبل عادي. هاجي هنا عندي العمود بتاعي تاريخ الفاتوره، وهاخده هنا كده، و2019 فاليو، و2020 الفاليو بتاعي. وهاجي هنا كده الاقي الشرط بتاعي، اروح واخد موسع كده الدنيا بتاعتي. انا الفاليو هنا انت عايز تجمع صم او يعني صم او افريج، فانت هنخليها مثلا الافريج بتاعنا، نقول له اوكي. وهنا الافريج اوكي. تمام. الافريج يعني في يناير وفي فبراير، في يناير لحد يوم 10 يناير. وهوسع الخانات بتاعتي. هوسع كده، هقفل ده كده خالص واروح موسع الخانة بتاعتي عشان يبقى الدنيا ظاهرة قدامنا. طيب قبل ما ابدا هعمل بس حبة فورمات. احنا ممكن نغير الشكل بتاعنا ده من خلال وانا واقف كده هلاقي فيه ديزاين. هو مديني حبة اشكال، ممكن تختار الشكل ده او الشكل ده او الشكل ده مثلا، او الشكل ده. فانا هختار الشكل ده. وممكن ان احنا نعمل نحط عنوان للموضوع بتاعنا. فهنيجي على اد تشارت دي، واختار داتا شارت تايتل واف شارت، واكتب هنا مثلا متوسط مبيعات. تمام. و هاجي هنا كده مثلا عايز اكبر دي او اخليها باللون الاسود، او اخليها باللون مثلا برتقاني، ايا كان يعني. تمام كده. ولو عايز اكبر ده برضو خليه بولد، اكبره واكبر دي كده. تمام. هاجي هنا انا عايز بقى هستخدم اداة سلايسر. وهاجي لو انا برضو عايز اغير لون، مثلا اللون ده هنا كده، اعمل فورمات شورت اريا. راح واخد مثلا هنا كده مثلا اللون ده مثلا، مثلا كده، راح قافل. بس هاجي هنا راح مخلي ده اسود مثلا. ممكن تغيرها من هنا، وممكن تغير بقى منين من الديزاين بتاعك اللي انت عايز تغيره، هنرجعه زي ما كان اللي احنا عايزينه. طيب انا هنا هستخدم اداة سلايسر، فهاجي على انسيرت وهاجي على سلايسر، وهقول له انا عايز تاريخ الفاتورة. هيطلع لي الحاجة اللي انا اختار منها. اختار بقى يوم 2 يوم 3، اشوف المبيعات بتاعت يوم. طيب انا عايزها ما تبقاش بالطول كده، انا عايزها تبقى بالعرض.
فهاجي هنا على قائمة سلايسر اللي انا واقف عليها، والاقي حاجة اسمها كولوم، فهاجي ادوس على انا عندي 10 ايام، فهخليهم 10 ايقونات، وهكبرهم كده، وهرجع تاني كده من 1 ل10، واروح اطلعهم فوق كده. انا برضو هصغر دي كده شوية عشان تبقى الدنيا ظاهرة قدامنا. ننزل ده كده شوية. عايز تخلي ده كده، وممكن برضو من خلال تغير الفورمات دي، يعني مثلا تخليها بالشكل معين كده، مثلا عايز تخليها بالشكل ده كده. تمام، اوكي. طيب انا دلوقتي مثلا عايز اشوف يوم مثلا 4 يناير، انا كنت عامل مبيعات في 2019 و2020 فبدوس هنا كده، الاقيه راح هو مغير لي، قال لي انت في 2019 متوسط المبيعات بتاعتك كانت 4000، وفي يوم 4 يناير، ومتوسط المبيعات في 4 يناير 2020 كان 8000. لو اخترت هنا كده هيظهر لك ان انت كنت عامل 6000 او 60000 و100000 بالطريقة دي. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة، موضوع مهم جدا في تحليل البيانات. ممكن تستخدمه في تحليل البيانات ليك انت شخصيا، او في تقرير انت بتعمله محتاج مقارنات، او تعمل شرط بطريقة او تقرير بشكل محترف. ارجو ان يكون الفيديو عجبكم، وفضلا وليس امرا ما تنسوش دعم القناة بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.